نرد بقى على بعض الاسئله اللي كانت معانا الحلقه اللي فاتت، عشان الناس ما تتهمناش بان احنا هم اتصلوا احنا ما ردناش عليهم. كان معانا اتصال الحلقه الماضيه خاص بالادمان، وده الاتصال ده ناس كتير جدا بتسالني عليه. طبعا الادمان انتشر النهارده للاسف الشديد، كل الا من رحم ربي الشباب كلهم بيشربوا النهارده حشيش وافيون والبانجو ما شاء الله في الشوارع عادي، اصبح امر عادي. ومكتب مكافحة المخدرات ما هو مش مكتب مكافحة المخدرات، هو مكتب توزيع مخدرات. يعني مكتب مكافحة المخدرات ده أصلا هو مكتب لتوزيع المخدرات. نرجع تاني لموضوع علاج الإدمان. علاج الإدمان هو عبارة عن 40 جرام أرقطيون، 20 جرام هندباء، 10 جرام برسيم، 10 جرام خرشوف، 20 جرام نرجين، 25 جرام بنفسجي. الوصفه تاني بالنسبه لعلاج الادمان والسجاير، الناس اللي عايزه تخلص من السجاير، او لو عندك طفل شاب مدمن مثلا، او عندك واحد مثلا ربنا يعافينا ويعافيك يا رب اللهم امين، مثلا عنده مدمن اي انواع من انواع المخدرات وحتى ترامادول او اي الحاجات دي. الوصفه تاني مره تانيه هنقولها، طبعا السؤال ده يوميا بتسال فيه، وهو 40 جرام ارقطيون، 20 جرام هندباء، 10 جرام بذر برسيم، 10 جرام خرشوف، 20 جرام نرجين، 25 جرام بنفسج. يطحن الجميع وتؤخذ ملعقة على كوب ماء وتغلى جيدا بعد النقع 12 ساعة، ثم تؤخذ مرة على الريق ومرة قبل النوم. بفضل الله عز وجل تخلي موضوع الإدمان ينتهي عندك تماما بفضل الله عز وجل.